السلام عليكم ورحمة الله. أهلا وسهلا بكم. النهاردة أنا هتكلم عن مشكلة أكيد كتير منكم بيعاني منها، وهي المطاردة اللي بتعملها لنا شركات التسويق العقاري. الموضوع الحكاية أن أنا من حوالي 3-4 سنين كنت بفكر أشتري شقة في القاهرة، فبدأت أتواصل مع بعض الإعلانات أقول لهم إيه المساحات اللي عندكم وإيه الأسعار. كنت بسيب رقمي على أساس يبعتولي على الواتساب البيانات كاملة. هم يدوب 3-4 شركات اللي أنا تواصلت معاهم بس، ومن يومها بقى ما أقول لكمش زي ما يكون بتوع التسويق العقاري دول حالفين على المصحف. أي زبون يقع تحت إيدي هاخد رقمه وابدره عند كل الشركات أصحابي. أنا مش ملاحقة. الموضوع في البداية كان ضحك وهزار، يتصلوا بيا والله عندنا مشروع كذا، المساحات ايه، التقسيط على 7-8 سنين، الوحدة ب5 مليون، ب3 مليون، ب4 مليون. يعني كان كنا باخدها بهزار. لكن بعد كده الوضع وصل لأرقام خزعبلية. يتصلوا بيا يا جماعة يقولوا لي والله عندنا شاليهات ب10 مليون وفيلل ب100 مليون وشقق معرفش بكام، وحاجات مستفزة فعلا لنا. من 3-4 أيام اتصلت بيا واحدة ولسه بتبدأ بتقول لي أنا من شركة كذا العقارية واندفعت فيها. قلت لها ارحمونا، الناس مش عارفة تأكل ولادها، ايه الاستفزاز ده؟ روحوا دوروا على الناس اللي بتشتري الكلام ده واتصلوا بيهم. المهم مدفع واتفتح. البنت لقيتها احرجت وقالت لي طب يا فندم كنت قولي لي شكرا وخلاص. انا اعتذرت لها وقلت لها معلش يا حبيبتي انا اسفه جدا وربنا يقويكي، وقفلت التليفون وانا زعلانه من نفسي. لكن بصراحه الموضوع بقى مستفز. شركات التطوير العقاري او المطورين العقاريين زي ما بيقولوا على نفسهم وشركات التسويق العقاري اصبحوا بيعملوا نوع من الفتنه في المجتمع. واحده زي مدرسه، بالله عليكم هحكي لكم قصه مكافاه الامتحانات اللي انا مستنياها دلوقتي. والله لو سمعتوا القصه هتيجوا تعيطوا جنبي. أنا مدرسة يا جماعة من 30 سنة. مكافأة الامتحانات من 10 سنين ما بتزيدش، مشلولة. كام؟ 5000 جنيه. طبعا ال5000 من 10 سنين كان ممكن تجيب بيها ذهب، دلوقتي تجيب بيها يدوب 1.5 جرام. والجديدة بقى بيقولوا لنا إن في على ال5000 20% ضرايب. طب بالذمة واحدة ده حالها تقوم تتصل بيها وتقول لها شقة ب10 مليون؟ انتوا كده يا جماعة بتهددوا السلم الاجتماعي. فاكرين زمان اللي كنا بنشوفهم في الأفلام عندهم شغالة ومستورين؟ دلوقتي خلاص الطبقة المتوسطة قربت تشتغل، شغالين عند أسياد البلد. احنا ممكن نقول إن الجماعة اللي ممكن يشتروا الحاجات دي هي 0.5% من المجتمع. فأنا بقترح على شركات التسويق العقاري وشركات المطورين إنها تعرف زباينها. 10-11 واحد اللي هم 0.5% زي ما اتفقنا، أظن مش صعب عليكم تعرفوا أسمائهم وتليفوناتهم. دول بقى هتلاقوهم أصحاب الملايين والمليارات اللي بيروح يشتري بقى من مشروع زد بتاع نجيب ساويرس، ويروح يشتري من هشام طلعت مصطفى، ويشتري من ده وده. بقى عايز يحفظ، يعني يستثمر، بقى عايز يستثمر ملياراته. فبدل ما تتعبوا أعصابنا وتضيعوا وقتكم وترفعوا ضغطنا، بالله عليكم اعرفوا زباينكم وكلموهم مباشرة. احنا راضيين بالغلب اللي احنا فيه، بس ما تخرطوش على قلبنا بصل. حقيقة ان احنا بنسمع الايام دي حاجات غريبة الشكل. واحد زي المطور العقاري هشام طلعت مصطفى، فاكرينه؟ اللي كان متهم بقتل المطربة سوزان تميم واتسجن، لكن مؤخرا طلع بعفو رئاسي. الراجل ده ليه مشروع في الساحل الشمالي اسمه ساوث ميد. بيقول لك بقى انه فتح باب التقديم لحجز الوحدات العقارية، وفي خلال 12 ساعة جمع 60 مليار جنيه. طبعا انا مش مصدقة اساسا الرقم بتاعه ده اولا. ثانيا يا عم لو ده صحيح بلاش تستفز بقى الشعب المصري الغلبان، الناس اللي اساسا مستنيين بقى عشان ياخد الرغيف ابو 20 قرش اللي كان ب5 قروش وقعد يعيط لما بقى ب20 قرش. الشعب المصري اللي مستني ازازتين الزيت وكيسين السكر. احنا ملناش دعوه احنا بالكلام ده، انتوا بتوع ايجيبت. لو سمحت الكلام بتاعكم ده ما تنشرهوش على عامة الشعب، لان انتوا كده بتهددوا السلم الاجتماعي.
يعني يا ريت كلامي ده يكون وصل كده للجماعه المطورين العقاريين وبتوع التسويق العقاري. سيبونا في حالنا وانتوا خليكم في ال10 واحد بتاعكم ال0.5% اللي بيشتروا وبينفعوكم، وسيبونا في حالنا. اتمنى الجماعه بقى بتوع الطبقه المتوسطه اللي زينا كده يكونوا عملوا لايك وسبسكرايب للقناه، ولو لينا نصيب تاني نتقابل في فيديو تاني نتكلم في موضوع يهمنا كلنا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.